سندوتشات مخ بانيه، أكلة سهلة وسريعة ومن غير أي ريحة نهائيا. هقولها لكم النهاردة بطريقتي البسيطة المفضلة اللي بحب أعملها بيه دايما. أول حاجة بحب أديله غلوة كده في مية، بجيب مية بتغلي وأحط فيها المخ، بياخد غلوة واحدة بس حوالي 5 دقايق كده. بعد كده بصفي المخ كويس جدا من المية وأقطعه وأحطه في التتبيلة دي. التتبيلة دي بسيطة جدا، عبارة عن مية بصلة واحدة وبيضة ومعاها فلفل أسود وملح ومعلقتين لبن كده وبصل باودر وتوم باودر، وبسيبهم حوالي ربع ساعة لتلت ساعة في التتبيلة دي. بروح اجهز البقسماط عندي، جبت شوية بقسماط حطيت عليهم رشة ملح ورشة فلفل ورشة من البابريكا. التوابل البسيطة دي بتدي طعم حلو جدا جدا للطبقة الخارجية اللي من بره. بعد كده جبت شرايح المخ بتاعتي اللي انا متبلاها، شلتها من التتبيله كويس قوي بالشوكه، وبعد كده حطيتها في البقسماط المتبل اللي انا عملته، وبعد كده ببتدي اقلبه بالشوكه. الطريقه دي بحبها جدا لما احب اقلب حاجات في البقسماط، بمسك شوكتين وافضل اقلب بيها كده القطع علشان ايديكم متتوسخش، وكمان ما يضايقكوش البقسماط يبقى ماسك في الايد. رحت جبت طاسة وحطيت فيها شوية زيت وحطيت فيها معلقة سمنة، السمنة بتطعمها جدا. وبعد كده جبت شرايح المخ عندي بعد ما غلفتها كويس بالبقسماط، وهبتدي انزل بيها في الزيت. الزيت يبقى في الاول سخن، اول ما انزل قطع المخ فيه ابتدي اهدي النار واخلي النار على وسط شوية علشان تستوي كويس جدا من بره ومن جوه، والقلب بتاعها من جوه يبقى كويس. بعد ما تقريبا بتاخد حوالي 7 دقايق او 5 دقايق على الوش الاولاني، ببتدي اقلبها على الناحية التانية، وبرده نفس الفكرة بخلي النار زي ما هي وسط لغاية لما تحمر من الناحيتين. بتاخد حوالي 12 دقيقة مثلا على الناحيتين، وبعد كده ابتدي اصفيها بمصفى كده علشان اشيل منها كل الزيت الزيادة. وبعد كده برضو نزلتها على ورق مطبخ اللي هي مناديل المطبخ برضو تمتص اي زيت زيادة. بعد كده جبت عندي شوية عيش فينو كده حلوين وابتديت اقطعهم، ودي ايد بنتي كانت متحمسة جدا معايا للاكلة. وبعد كده حطيت قطع المخ البانيه اللي انا عملته، وحطيت عليه شوية بقدونس كده يعني لزوم تحابيش، وبعد كده فلفل حراق ليمون، كل حاجة بتتحط جنب الأكلة دي بتدي تيست تحفة للأكلة. وتدوها عصرة ليمون، عصرة الليمونة بتاخده في حتة تانية بتخلي طعمه تحفة. لو أول مرة تشوفوني أتمنى تشتركوا في القناة معايا، واللايك والكومنت بتاعكم بيفرق معايا جدا. شكرا واشوفكم في أكلة جديدة.